طبعا كلنا شفنا كابتن سيد عبد الحفيظ مع الإعلامي مهيب في برنامج اللعيب، وكابتن سيد عبد الحفيظ قال شوية تصريحات مهمة جدا. قال إنه كان حزين جدا بسبب رحيله عن النادي الأهلي، وإن لجنة التخطيط هي اللي خدت القرار ده، وقال إن اللي خلاه حزين إن تم إبلاغه بقرار الرحيل فجأة وبدون أي سابق معرفة، وقال إنه بيحترم قرار رحيله عن النادي الأهلي، وإنه مش هيقول أو يعلن أي تفاصيل، وإن حب جمهور الأهلي من نعم ربنا على أي أهلاوي. وعن علاقته بحسام غالي قال إن العلاقة فيها مساحة تعامل كبيرة، وإن حسام غالي من ضمن هيكل التنظيم الإداري للأهلي ومن حق الإدارة تاخد أي قرار. قال كمان إن نجاحه كان جوه النادي الأهلي، وإن القدرات والصفات الشخصية هي اللي بتخلي أي شخص قادر إنه ينجح في شغله. وكابتن محمود الخطيب هو اللي رشحه لمنصب مدير الكورة في البداية خالص، وقال إن كابتن الخطيب ليه فضل كبير عليه. وعن خالد بيبو قال ده زميل ملاعب وصديق، وأتمنى ليه التوفيق مع الأهلي، وبيتي مفتوح له في أي وقت. وقال إن خالد بيبو تواصل معاه أكتر من مرة، وأضاف كمان إن كابتن سيد عبد الحفيظ ما خرجش من الأهلي عشان يرجع له تاني. كابتن سيد عبد الحفيظ لسه في الأهلي. قال إنه فخور بدعم الجمهور ليه بعد قرار رحيله عن منصب مدير الكورة، وقال أنا استمريت 35 سنة جوه النادي الأهلي وشفت كل حاجة، والكل استفاد من الأهلي، وفي النهاية الكرسي لا يشترى. بداياته كانت مع الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي، بس ما كانش ليه رأي تنفيذي، ولكن كان بياخد رأيه ويسأله دايما. وهنا أدرك كابتن سيد عبد الحفيظ إن كابتن حسن حمدي بيحاول يتعرف على شخصيته وطريقة تفكيره. وعن موقفه من العروض الإعلامية كابتن سيد عبد الحفيظ قال أنا بشكر كل الناس اللي قدمت لي عروض، بس أنا مش بفضل إن أطلع كل يوم، أصلا أنا مش بحب النوع ده، هظهر في المناسبات والمواقف المعينة بس. يا راجل ده في ناس بتطلع كل يوم في الفضائيات، وتاني يوم الصبح في الراديو، وليهم مناصب في أندية وماسكين مناصب في اتحاد الكورة وحاجة غريبة كده، كل يوم بيطلعوا صبح وليل. طب خليهم يغيبوا أسبوع كده ولا شهر، والله العظيم ولا حد هيسأل فيهم، لأنهم مش مؤثرين ولا ليهم تأثير، والإعلام مش كده ولا عمره هيكون كده، وأنا نفسي مش هكون كده ولا بحب كده. آخر حاجة قالها كابتن سيد عبد الحفيظ إن عنده 4 حاجات بيغيروا موده، آخر 10 دقايق في ماتش 27 نوفمبر، وهدف عبد المنعم، والأفلام القديمة، وتصريحات الولد قفشة.